مجموعة من المدارات الثقافية المختلفة، فهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي ومنطقة المغرب العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. الجزائر من بين الدول العربية والإسلامية الأكثر تنوعاً وثراء ثقافياً وتبايناً في طبيعة العادات والتقاليد من منطقة إلى أخرى، ويعود ذلك إلى أنها الدولة الأكبر من حيث المساحة عربياً وإفريقياً، بمساحة تبلغ 2,381,741 كيلومتراً مربعاً، موزعة على عدد 58 محافظة. ويبلغ عدد سكان الجزائر حوالي 45 مليون نسمة، يعيش معظمهم في شمال البلاد قرب الساحل لاعتدال المناخ وتوفر الأراضي الخصبة. تعتمد الجزائر في صادراتها على النفط والغاز الطبيعي، وتعد الطاقة العمود الفقري لاقتصادها. كما تصدر الجزائر العديد من المنتوجات الفلاحية خاصة التمور. تتمتع الجزائر بساحل متوسطي رائع يزيد طوله عن 1200 كيلومترا، وتنوع تضاريس من سهول وهضاب عليا وسلاسل جبلية وصحراء شاسعة غنية بالعناصر الطبيعية والتاريخية التي تمثل الذاكرة المحفوظة لمنطقة جنوب الجزائر. تملك الجزائر تراثاً عربياً وأمازيغياً ثرياً يعكس عادات وتقاليد متنوعة في مختلف مناطق البلاد، بهوية أمازيغية وانتماء حضاري عربي وتمسك بقيم الإسلام. تتصدى الجزائر اليوم لتحديات العولمة بروح التسامح والانفتاح والتبادل، وبإرث تاريخي وحضارات عريقة متعاقبة تشهد كل زواياها على ثراء أراضيها وتنوعها الثقافي وقدرة شعبها على الصمود. شعب كريم ومضياف يرحب بالزوار بصدق وليس له مصلحة من خلف الترحيب. الجزائر البلاد القارة فيها البحر والصحراء والجبال والمدن القديمة المليئة بالقصص والحكايات. هي الأرض التي عانق فيها الجبل البحر وامتدت هضابها العليا في الوسط لتفتح الباب على الجنوب، واحدة من أكبر السحاري وأغناها في العالم. في الجزائر عدد لا يحصى من المعالم السياحية ومناطق الجذب السياحي، ولكل منطقة طابعها الخاص والفريد. تعرف المناطق الجنوبية بطابعها الصحراوي، مناخها حار وجاف بمجرد عبور جبال الأطلس، فيما تتمتع المناطق الشمالية بمناخ البحر الأبيض المتوسط على طول كامل الحافة الشمالية التي تغطي الساحل والأطلس التشلي. يعتبر الساحل الجزائري مكان ثري بالتاريخ، حيث تتناثر على حافته العديد من المواقع الأثرية من العصور القديمة. تقع عاصمة الجزائر المسماة البهجة في الجزء الشمالي للبلاد، تطل على حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يشكل خليج الجزائر العاصمة الشهير. تطل عليه القصبة المدينة الإسلامية العريقة التي شيدت إبان الحقبة العثمانية. على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة نجد مدينة تيبازا المدينة الرومانية القديمة ومتحفها العتيق، تضم عددا هائلا من الآثار الرومانية وتستقطب السياح المهتمين بالتاريخ. كما تحوز الجزائر على مدن رومانية أثرية أخرى موزعة عبر التراب الوطني مثل تيمغاد وجميلة وغيرها من مدن أخرى تستحق الزيارة.
معالم سياحية مميزة وفريدة قد لا تتواجد في أي دولة أخرى، مثل قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة الساحرة بجسرها الحجري المعلق. في الغرب الجزائري نجد وهران الباهية، ثاني أكبر مدن الجزائر بعد العاصمة، بها العديد من الآثار العثمانية والإسبانية والعربية. تلمسان هي الأخرى مدينة سياحية بامتياز، تلقب بلؤلؤة المغرب العربي لما فيها من آثار أندلسية بطراز معماري عربي وإسلامي أصيل. تتسم المدن الجزائرية بالمناظر الطبيعية الخلابة، والتي تشكلت من التلال والأودية والغابات والبساتين والجبال المكسوة بالثلوج والسواحل، خاصة منطقة القبائل. وعلى صعيد التنوع الثقافي تختلف التقاليد بشكل كبير من مكان إلى آخر في الجزائر، حيث أن هناك مجموعة متعددة من الثقافات. في الجنوب، حيث الصحراء الشاسعة، يتصادم بحر من الكثبان الرملية في العرق الشرقي الكبير مع كتل الحجارة الرملية في كل من تيميمون وتغيت وبني عباس. غرداية، حاضنة القصور التاريخية، تشتهر بكثير من المعالم السياحية الأثرية والتاريخية، منها المدن الخمس المحصنة التي بناها الإباضيون في القرن العاشر: غرداية وبنورة والعطف ومليكة وبني يزقن، المصنفة ضمن التراث العالمي. هناك العديد من المدن الجنوبية يطلق عليها بوابات الصحراء، التي تمتاز بواحات النخيل، واحة بوسعادة، وشرفات غوفي بباتنا، ومنطقة بسكرة عروس الزبان التي تنتج أجود أنواع التمور في العالم، دجلة نور. المناطق الصحراوية يقصد بها المناطق الجنوبية التي تمتاز بالتشكيلات الصخرية المميزة، مثل جانات والطاسيلي وسلسلة جبال الهجار، المعروفة أيضا باسم الأهجار، أبرزها قمة الأسكرام التي تعتبر مزارا للسواح لمشاهدة منظر الغروب المميز والأجمل في الجزائر. تعد طاسيلي نجار من أشهر المواقع السياحية في الجزائر، والتي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. المنحوتات الصخرية تصف التغيرات المناخية التي طرأت على الصحراء في الماضي، والتي ساهمت في هجرة الحيوانات وتطور الحياة البشرية، مما جعلها مقصدا سياحيا مهما في السياحة في الجزائر. تسعى الجزائر إلى تنويع مصادر الدخل المعتمد حاليا على عائدات الطاقة، لذلك اتخذت الجهات الحكومية إجراءات جادة لتشجيع السياحة في الجزائر وإنعاش القطاع، انطلاقا من تعزيز الإمكانيات الفندقية من خلال إتاحة الأراضي للمستثمرين في قطاع السياحة، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للسياح الأجانب. تراهن الجزائر على رفع مداخيل قطاع السياحة عبر استهداف جذب 10 ملايين سائح بحلول 2030، وتتطلع الحكومة لجعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز في حوض المتوسط.